معاكم سيد محمد صبري فخر اخبار نادي الزمالك في الساعات الاخيره وبعض من النادي الاهلي. الخبر الاول معانا داخل نادي الزمالك. مصدر بداخل نادي الزمالك قال يعني احمد محمود لاعب الزمالك تلقى عرض من نادي زد لانضمامه لصفوفه خلال فتره قبل الانتقالات الصيفيه الجاريه بعد نهايه اعارته لنادي الاتحاد. طبعا طبعا احمد محمود كان معار نادي الاتحاد الاسكندري، لكن جاي من ناشئين الزمالك. بالنسبه لي انت عندك عمر جابر احمد ابراهيم. عمر جابر طبعا كبر، خلي هو عمل خبرة، وخلي عندك أحمد إبراهيم وأحمد محمود. أحمد محمود أصلا لاعب يعني عرضته كويسة، كان في الزمالك برضه عرضته كويسة، كان بيلعب بينزل بديل. فبالنسبة لي أنا هو هيكمل. أنت عايز تجيب مدرب أجنبي جديد بيعرف يطور الناشئين زي سانتوس، ألكسندر سانتوس و... خليه يعني يتعاقدوا معاك وهيطوروا إن شاء الله هو أحمد إبراهيم. الخبر اللي بعد كده، مرتضى منصور رجع الساحة باستراحات ومثيرة للجدل. تصريح مرتضى منصور: حزين جدا اللي بيحصل من خالد الغندور ورضا عبد العال وغيرهم من مهاجمة منتخب مصر. ادخلوا في الصف وخلوا عندكم شوية انتماء، ده منتخب مصر، ده انتوا هتبقوا السبب في فتنة بين اللعيبة ان شاء الله. هو قصده يعني خالد الغندور في اختيارات المنتخب وكده، يعني مش عاجبه. رضا عبد العال برضه مش عاجبه طريقة اللعب قدام بلجيكا، قدام بعض المنتخبات اللي لعبناها في كأس العالم، ومش عاجبه طريقة اللعب، وده يرد على ده ويرد على ده. فده يحصل فتنة بين، ممكن يحصل مثلا فتنة بين المدرب، فتنة بين ده، فتنة بين ده. طبعا كل ده ليه؟ عشان الفيوز وتشاف اكتر. الخبر اللي بعد كده، رضا عبد العال برضو بيقول لك اشجع ميسي ضد منتخب بلدي. لو ابني ضد ميسي هبقى عاوز ميسي يكسب. ميسي هو الكورة والتاريخ والمتعة هنضحك على بعض. هو ميسي هو الكورة، او ميسي هو الكورة والتاريخ والمتعة، مش هنضحك على بعض، بس مش قدام بلدك. بالنسبة لي يعني ميسي، انت هتجيب ميسي قدام مصر. مصر اللي واخدة 7 كأس أفريقية، مصر اللي تصعد دور 16، عمل تاريخي مع حسام حسن، مع جيل أول مرة يشم أصلا دور الإقصائي. وإن شاء الله. وكمان ميسي جاله إصابة، جاله ورم دموي في دماغه بس من ورا، لا من حواليه. جاله ورم دموي في دماغه بس من ورا. الورم الدموي ده بسبب كان إصابة في دماغه، ولا جاله إصابة في دماغه فجاله ورم دموي في دماغه من ورا. خبر كعب كده جاب شوبير صفقة تغموم، صفقة مخلوف من المصري. الأهلي توقفت، مش عارف ليه توقفت. تقريبا الصفقة هي بس تقريبا شوية بنود على العقود بتاعة اللاعبين دمت، ويتم بس على المبالغ المالية مع الوكلاء بتاع عبد الرحيم تغموم الجزائري والمصري محمد مخلوف الديفندر، وإن شاء الله يكونوا مع الأهلي في الفترة القادمة. الخبر اللي بعد كده، برضه بقى برضه أقسم بالله مصطفى شلبي مفيد للمنتخب أكتر من مرموش، لأنه ما كانكوش برضه لم يقدم شيء لمنتخب طول مسيرته. وده عبد العال. هو احنا دلوقتي في فترة كأس عالم. زي بس كده بعد إذنكم. احنا دلوقتي في فترة كأس عالم، وفوت يكون مع المفروض يكون مع منتخبنا الوطني، والمفروض يكون في ظهره، المفروض نكون نساعده ونكون في ظهره دايما. ما يجيش بقى واحد زي ده عبد العال كده ويقول لك فنكوش لا يا جدعان، ده بيلعب في مانشستر سيتي مع أكبر، يعني هيلعب. هو هيلعب مع أكبر، كان بيلعب قعد موسم تقريبا ولا موسم شوية مع أكبر مدربين في التاريخ، يعني حنكة وتكتيكا وأسلوب لعب طبعا. يعني مين هم؟ هو بيب جوارديولا، ويلعب كمان مع المساعد بتاعه مين؟ هو ماريسكا. المساعد بتاع بيب جوارديولا هو ماريسكا الأقرع، اللي كسب لويس إنريكي في كأس العالم للأندية لما كان مع تشيلسي. أكتر حقك، بص بقى الإحصائية دي بقى، أكتر حارس مرمى منتخب مصر مشاركة في تاريخ كأس العالم: مصطفى شوبير 4، محمد شوبير 3. طبعا مصطفى شوبير أحسن على اللاعب، هيلعب بطولة إقصائية ماتش الخامس إن شاء الله بكرة، وهنكسب الارجنتين. انا قلبي حاسس برضه قريب ريم فايق. يا جدعان الارجنتين زي ما قلت كده من كام فيديو، اللي هي عندها مشاكل دفاعيه وثغرات في خط الوسط. ميسي بس هو اللي بي بيقف في الزوم 14 اسمها منطقه 14. لو عندك فجوه ما بين الدفاع وخط الوسط اسمها الزوم 14. لو عندك مشكله في ديت انسى. انت لو قفلت على ميسي اسمع مني، انت لو قفلت تقفل عليه بتلات لعيبه، انت انسى الارجنتين، ده المحرك الاساسي بتاعها.
لو تفتكر باصي صلاح مع كوبر في 2018، هي دي باصي ميسي برضه عندهم كده. خبر بعد كده من النادي الأهلي يعني تقديم الحسين عموتة مدير الفني الجديد للفريق في المؤتمر الصحفي في الوحدة ظهر الثلاثاء المقبل، يعني إن شاء الله كان المفروض النهاردة، بس هو الأهلي أجلها وخلاها إن شاء الله بكرة. طبعا حسين عموتة من أفضل مدربين القارة الأفريقية، بالنسبة لنا أفضل مدرب عربي جه في التاريخ، بس خلصت. قبل ما نبدأ الخبر الجديد قبل ما نبدأ الخبر الجديد، دوس لايك ودوس اشتراك، عايزين نوصل 105 مشترك قبل شهر 8، ودوس على جرس التنبيه عشان يجيلك كل فيديو جديد ونسخ الرابط. يلا الخبر اللي بعد كده. خبر في الجول، زد يتمم اتفاقه لدعم مروان حجاجي من ويل السويسري. التلاقي بقى تقول لي التلاقي بتجيب اخبار انديه مصريه غير الاهلي والزمالك، هقول لك ان يا جدعان بصوا بيعملوا ايه يا جدعان. يعني انت عندك بتروجيت هيجيب لاعب جناح من استراليا، وانت مش بتجيب ولا لاعب. انت فرق عن زد اللي هو معاه محمد شوقي، انت معاك سانتوس، معاه لويس برو ودوت معهوش رخصه معتمده قوي من في اوروبا وفي العالم. ده مدرب بيحب الاستحواذ، اقول لك كمان احصائيه في الاخر ان شاء الله ما اخلص كل الاخبار. الخبر اللي بعد كده خبر في الجول برضو، الفرنسي فرانسو لتكاسيا حكم مباراة مصر والارجنتين. الخبر اللي بعد كده، وده بقى اكبر خدوا معتمد جمال رسميا نادي الشرطة العراقي يعني تعيين سامي الطرابلسي مدير فني الفريق الجديد مدير الشرطة العراقي. بص يا جدعان، آه، الشرطة العراقي أول عرضه خالص المعتمد جمال كان 60,000 دولار. حلو، كان 60,000 دولار. العرض التاني ما وافقش، اما قال له الزمالك مش عارف، قال له كان 67,000 دولار. قال له كمان بعد العرض التاني قال له كده الإدارة قالوا له وانت كمان عايزين نجيب لك وفد من العراق يجي يمضي معاك ويمشي تاني في المطار. لو كانوا كانوا هيعملوا كده، بس لا، وقال له برضه لا عشان استنى الزمالك. خلي بالك برضه معتمد جبال لسه في الحسابات، لسه كان انت ما اطمنتش، انت لسه برضه ما اتفقتش مع الكسندر سانتوس، هو ولا اقرب، بس لسه ما خلصتش معاه. بص بقدم بقى ديت. قبل ما نبدا الخبر الجديد بتاعنا، دوس لايك ودوس اشتراك وفعل جرس التنبيهات عشان يجيلك كل جديد، وانسى الرابط وشير الفيديو. الخبر اللي بعد كده ده جاي من جوزيه جوميز. بص بقى مدرب كبير الصراحة، عشان بحبه هجيب له خبر يا دين أمي. الخبر اللي بعد كده، أشعر بالفخر التوقيع مع النادي كبير وعريق مثل الخليج، وقد فضلت مشروع النادي على عروض أخرى الإقناعي ورؤية الإدارة وإيمانها ببناء عمل مميز خلال الموسمين المقبلين. طبعا جوزيه جوميز جاله عرض من الخليج السعودي، وجاله عرض كمان قرشين أعلى وأغلى وعقد أحسن، فراح الخليج السعودي. الخليج السعودي يعتبر ماديا وفنيا أعلى من فريق زي الفتح، واسمع مني هيعمل حاجة قدام فريق زي الفتح، فريق مع الخليج. خبر بعد كده جوه الزمالك، أخيرا خبر في الزمالك. خبر من داخل نادي الزمالك، محاولات مكثفة من مسؤولي الزمالك الفترة الحالية للتواصل الحل ودي مع التونسي سيف الدين الجزيري بشأن مستحقاته المتأخرة المقدرة بتاعت 350,000 دولار تمهيدا لاستدامة بعد استقرار النادي على رحيل اللاعب وتسويقه في الميركاتو الصيفي. طبعا نادي الزمالك بيقول لك حاجة كمان، نادي الزمالك لو جاله كمان قضية أو جاله نادي الزمالك لو جاله كمان قضية، أو يعني دي النسبة الأعلى بقى، نادي الزمالك نادي الزمالك لو حصل مشكلة في الجدولة هيجي فترة قيد تأديبي. وشكرا. خبر اللي بعد كده، مصدر من داخل نادي الزمالك حصريا، الزمالك يكثف مفاوضاته للوصول لحل مع ابراهيم نداي بعد رفض فكرة تقسيط مستحقاته مبلغه 1,650,000 دولار، حيث يعرض النادي دفع أكثر من 50% من مستحقات اللاعب للحصول على باقي المبالغ بتاعه شهريا. برضه مش عارف ده، لو خلصت اعرف ان كل قضايا نادي الزمالك خلصت، لان دي اهم قضيه، دي ما خلصتش. دي لو خلصت دي ابراهيم نداي لو ما خلصتش تعرف تاخد الرخصه الافريقيه، اللي هي ان شاء الله تبدا تسلم الملفات عشان تاخد الرخصه يوم 25/7. الخبر اللي بعد كده برضه من مصدر داخل نادي الزمالك يرحب بفكرة انتقال التونسي أحمد الجفاي نادي الأفريقي التونسي هي فترة انتقال الحالية. طبعا نادي الزمالك لسه حل من كام يوم، من أسبوع أسبوعين كتير أوي، حل قضية
احمد جفالي. وبالنسبه لي هو لو هيروح يروح الفريق التونسي المبلغ ما يقلش عن 750 ألف دولار. ليه؟ عشان تعرف تحل أزمة المدرب وتعرف توفر له على الأقل أول 6 شهور. أو الخبر اللي بعد كده مش خبر تصريح من جوزيه جوميز برضه. جوزيه جوميز: علاقتي بالزمالك جيدة وحصلت على كل المستحقات المالية كاملة. طبعا جوزيه جوميز مدرب كبير. جوزيه جوميز يا جدعان قعد مع osvaldo فيريرا 4 سنين، 4 سنين خبرة. بص بقى عامل ازاي بقى جامد جدا. هقول لك كام احصائية كده عن المدرب فنية تكتيكية. أول إحصائية معانا: أكتر نادي طبعا تسوندا سانتوس بيدرب فين؟ بيدرب في الجيش الملكي المغربي. فأكتر نادي استحواذا، أكتر تاني نادي استحواذا في الدوري المغربي هو الكسندر سانتوس بنسبة 61%. أكتر فريق ما خليكش تعرف تاخد نفسك في الضغط أو الأكشن الدفاعي، لو أنت مثلا أنت مريت كام تمريرة والفريق التاني بيعمل اكشن دفاعي بيضغط عليك عشان ياخد الكرة، هو الجيش الملكي. اكتر تالت نادي، والفرق بين التاني والاول مش كبير. اقوى هجوم في الدوري المغربي هو الجيش الملكي. دفاع برضو كويس، عملت اقوى 3 ولا 5 دفاع تقريبا، دفاع كويس. كمان على مسؤوليتي برضو محلل انا مقدم رياضي مش محلل. ان شاء الله قدامي محلل لما اتشير ولا حاجه. كمان خبر كده. كان المدرب ده راح نهائي افريقيا. المدرب ده في تاني او تالت في الدوري المغربي. كان المدرب ده على مسؤوليتي، معهوش لعيبه سوبر، معايا بس كان معايا 2 لعيبه: امين الزحزوح واتباع في الخليج. اللاعب التاني محمد رباح حريمات. اللعيب ده خط وسط هيفيده جدا في الاستحواذ. وده كله رقم سلبي. ليه؟ ازاي رقم سلبي؟ هو اصلا ايجابي معاه. رقم سلبي ليه؟ عشان في الاستحواذ كانت المركز الخامس ولا السادس تقريبا ولا الرابع كمان بكتير قوي. فهو ده فاده في الاستحواذ، ومعاه كمان خط وسط فاده في الاستحواذ. آه، الأمر اللي بعد كده انت عندك كمان الاستحواذ ده رقم سلبي طبعا. أظن كده خلصنا كل الإحصائيات بتاعته. قبل ما تطلع من الفيديو دوس على الاشتراك، دوس على اللايك، اعمل الناس خرابط، دوس على جرس التنبيهات عشان كل جديد وكل أخبار حصرية جديدة من داخل الناس الزمالك والأهلي عموما على الدوري المصري. وشير الفيديو وسلام.